بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 17 بعد 100. عن أنس رضي الله عنه أن الربيع وهي ابنة النضر عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبلوا الأرش. رواه البخاري. الأرش عوض مالي عن القصاص. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.